السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم تزويق التورتة دي 30 في 40. أنا كنت منزله لكم الصينية اللي أنا عاملة فيها والسبونج هسيبها لكم في علامة الآي اللي في أول الفيديو أو في آخر الفيديو، هتلاقيها في الفيديوهين موجودين، ممكن تضغط عليهم تتفرج عليهم على طول. هنا أنا السبونج ده أنا كنت عاملاه قبلها بيوم، حطيته في التلاجة، غطيته في فوطة. أنا الأول طلعته وقشرت القشرة بتاعته، غطيته بورق زبدة، وبعد كده سبته تاني يوم وبعد كده قشرته. وهنا الوقت انا مطلعاه من التلاجة، كنت مغطيها برضك، لازم تبقى مغطيها بفوطة بورق الزبدة. هنا انا قطعته تلات طبقات، انت ممكن تقطعي 4، وانا كان في طبقة معايا كبيرة شوية عن طبقة، ما قدرتش اظبطهم اوي لان اول مرة اعمل تورتية يعني كبيرة كده. هنا انا مسكت اللي هي القاعدة بتاعة التورتة، حطيت عليها شوية كريم شانتيه، وزعتهم عشان بحيث ان انا لما احط عليها السبونج تلزق ما تتحركش من مكانها. هنا كده انا حطيت اول قاعدة، حطيتها واسقاها بالشربات. الشربات ده نص كوباية سكر على كوباية مية، يغلي ربع ساعة، وبعد كده حطيت عليهم نص ليمونة ورشة فانيليا، وسقيت بيها الكيك. وهنا كده زي ما انتم شايفين انا بحط الكريم شانتيه، انا ضرباه معاكم بردك في الفيديو اللي قبل ده. الابيض حطيته هنا على الجزء الابيض في الاسبونج وبوزعه. انا ما كانش عندي اللي هي الاسباتيولا بتاعه التورت، بس عندي دي، انا كنت بطلع بيها الحلويات بردك قضت الغرض. لو ما عندكيش، لو سكينه ممكن تفردي بيها عادي. اي حاجه من اللي انت بتشيلي بيها التورته او كيك او الكلام ده ممكن تعمليها بالسواق بيها عادي. وبالمشط انا سويتها. هنا كده انا هحط الشوكولاته معاكم تبع الكميه اللي انت عاوزه تحطيها في كريم شانتيه. انا حطيت يعني الكريمه لا زياده قوي ولا قليله، بحيث ان هي ما تبقاش دسمه قوي زياده عن اللزوم. هنا كده انا حطيت الطبقه التانية عليها، وبرضك بسقيها بالشربات، لازم كل طبقه تسقيها بالشربات عشان التورته تبقى طريه معاكي وحلوه وطعمها حلو. هنا كده بوزع اهوت الكريم شانتيه بردك على طبقه اللي هي البيضه الفانيليا. وهنا هحط على الطبقة التانية بردك شوكولاتة. لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسينيش باشتراك وتفعيل الجرس وتعليق حلو منك. ولو عجبك الفيديو يا ريت تشيريه مع اصحابك، تشيريه على الواتس، تشيريه على الفيس. هنا كده انا بحط كريم شانتيه على الشوكولاتة، على اللي هي كيكة الشوكولاتة بردك، واوزعها. لازم ما تعملي التورتايه لازم تعمليها قبلها بيوم الاسبونج وتحطيه في التلاجة وتعمليها تاني يوم عشان تبقى معاكي حلوه وتقدري تقطعيها ما تتبهدلش منك. هنا كده بحط اخر طبقه، الطبقه التالتة، وبرضك بسقيها بالشربات. هنا كده انا بعد ما اخلص الطبقات يعني احط كريم شانتيه واحط الكريم شانتيه الابيض والشوكولاته الفانيليا والشوكولاته، هساوي الحروف بتاعتها بسكينه، اقطعها بالسكينه اللي هي المنشار. هسوي القطع بتاعتها بس ايه بعد ما اخلصها خالص. لو معايا لحد دلوقتي متنسيش تصلي على النبي وتذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وانا بعمل حاجه كده انا بحب اصلي على النبي واذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحاجه ربنا يبارك فيها وبتطلع طعمها جميل وبتعجب اي حد. الحمد لله التورتيه عجبت كل اللي كلوها مني، وشكروا فيها وقالوا له احلى من بره. هنا كده انا مسكت السكينه وقطعتها سويت الكيكه من كل الجنوب، وجبت فوطه نظيفه مبلوله بميه دافيه وعصرتها ومسحت قاعده التورته من الكريمه، بتنضف معاكي بسهوله. عشان بس اللي بيجي يمسحها ويقولك ما تنضفش معاكي ليه، لان ديت لازم تمسحيها بفوطه مبلوله ومعصوره وتكون بميه دافيه، وتنشفيها تاني بحته، يعني الفوطه الجنب التاني من الفوطه بيكون ناشفه. هنا كده انا بوزع الكريمه على التورته من الجنوب البيضه والشوكولاته عشان اظبطها زي ما انتم شايفين. هنا في الشوكولاته انا مكنتش حاطه اللي هو القمع بتاع الكريم شانتيه اللي هو بيبقى عامل الشكل زي ما انتم شايفين في الابيض كده، فمش شرط تحطيه في الابيض او الشوكولاته عشان احنا كده كده بنوزعه. هنا بحاول اظبطها معاكم جنوب
اما الكريمه معاكي تبقاش مستويه معاكي، تبلي المشط وتنطريه، الكريمه معاكي هتبقى مستويه معاكي وجميله جدا. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا بسوي الجنوب وبعد كده بسوي من فوق، والزيادات بشيلها، ولو في حته طلع فيها كريمه ناقصه ولا حاجه انا بزودها تاني. هنا انا جبت المشط اللي هو المشنشر، عملت بيها الجنوب زي ما انتوا شايفين اهيت عشان تدي شكل حلو. ولو حابه تعمليها زي ما هي بس متساويه، يعني متساويه من غير المشط، عادي زي ما انت عاوزه، دي تبع ذوقك، بس انا حبيت اعملها كده. هنا انا بوريكم ان انا كنت بليت المشط وبسوي اللي فوق بعد ما عملت بالمشط الجنوب اللي هو المشط المشنشر. هنا زي ما انتوا شايفين في حته بتبقى ناقصه اهيت من التورته، ناقصه كريمه، فانا بحاول اظبطها، وفي حته تحت برضك اظبطها. هنا كده انا بظبط معاكم الكريمه البيضه، الحتت اللي هي مش متساويه. ولو في حته هي زي ما انتوا شايفينها هي فيها كريمه قليله، باخد اللي في المشط واقوم حطها عليها واحاول اسويها، اعملها يعني مربعه. هنا كده انا خلصت سويتها، بجيب بقى المشط المزجزج زي ما انتوا شايفين واظبطها بيها في جوانب اهيت ما كانتش طالعه فيها كريمه، فانا قمت راجعه تاني وحاطه في حته كريمه، بس الكاميرا ما صورتش الحته ديت. هنا كده جبت فوطه مبلوله بميه سخنه زي ما انا قلت لكم، وعصرتها ومسحت بقى القاعده من الكريم شانتيه عشان ايه ما تجمدش قبل ما احطها في التلاجة، واجي امسحها بعد كده ما تطلعش معايا وتبقى القاعده شكلها مش حلو ومش متزوقه. لو انت حابه تعملي ده مشروع من بيتك هيبقى جميل جدا. انا بقولك المقادير مظبوطه. هنا ديت شوكولاته خام حوالي 209، انا بوريك اهيت. وهنا الكريم شانتيه معلقتين كبار كريم شانتيه حوالي 32 جرام، وعليهم 100 جرام ميه اللي هي نص كوبايه ميه، واقلبهم اقلب معلقتين كريم شانتيه خام مع نص كوبايه ميه في طبق، واقطع الشوكولاته بالسكينه او تبشريها زي ما انت عاوزه، المهم تقطعها صغيره بحيث انها تسيح معاك بسهوله، واحطها على حمام ميه. احط حله او بوله انا جبت كسرولة عندي وحطيت عليها الطبق ده بحيث ان الميه ما تلمس الايه الطبق، لازم يبقى الطبق اعلى من الميه. هنا وسيحت الجناش عليها، وبعد كده انا بحطه هنا كده زي ما انتم شايفين على الاطراف، واحطه على الشوكولاته كلها تغطيها، وبحط عليها زوقها بقى بايه بالحروف بتاعت حنين بالانجليزي و13 سنه. هنا كده زي ما انتم شايفين انا بزوق اهو الجناش. هو الجناش كان تقيل معايا بس شويه، لان انا عندي حتى هتلاقوا الاضاءه مش كويسه في الفيديو ده والفيديو اللي قبله، لان فلو لقيت الجناش جمد معاكي زيي ممكن تحط له شويه ميه وتسيحيه تاني. انا عملت كده فسح معايا تاني وقت على التورته بقى كويس، ما بقاش جامد زي الاول. هنا كده بوزعه على الجزء اللي هو الشوكولاته. انا كنت عاملاها نصها شوكولاته ونصها كريمه عشان تبقى شكلها حلو في الزواق، يبقى نصها فاكهه ونصها شوكولاته، لان انتوا عارفين البيضه هي اللي بتتذوق اكتر بالفاكهه، وفي نفس الوقت اللي بيحب شوكولاته واللي بيحب كريمه. وهنا كده انا حطيت صوص التوت، ممكن تحط صوص توت، ممكن تحط صوص شوكولاته، صوص كراميل اللي انت حباه، بس انا حبيت احط صوص توت هنا وعلى الكريمه البيضه، تدي شكل حلو وفي نفس الوقت تدي طعم مزازه حلوه. هنا كده انا حطيت بزوق هنا بروزيتات تحت زي ما انتم شايفين، عشان كده كنت بقول لكم لو في حته كريمه ناقصه من تحت الروزيتات كده كده هتبقى حلوه معايا، هتغطيها من تحت. هنا كده بزوق اللي هي جزء الشوكولاته بكريم شانتيه شوكولاته. الروزيتات دي ممكن تعمليها كبيره ممكن تعمليها صغيره حسب القمع اللي انت بتحطيه في قلب الكريم شانتيه. والاكياس دي انا كنت جايباها اللي هي الاكياس التقيله برضك زي ما انتوا شايفين اهيت. انا القاعده برضك بتساعدك ان انت بتلفيها كده. انا حطيت الروزيتات زي ما انتوا شايفين على الجزء اللي فيه شوكولاته، وهقسم بينها الروزيتات الشوكولاته، اقسمها بين الشوكولاته وبين الكريمه عشان التورته اقسمها بالنص عشان ازوقها نصها شوكولاته ونصها فاكهه. هنا كده جبت الكريم شانتيه الفانيليا برضك وحطيته على عملت بقى روزيتات برضك صغيره كده تحت يبقى شكلها حلو على الفانيليا. وممكن تسيبيها زي ما هي بالتوت بس زي ما انت حابه، وحسب يعني كان معايا كريم شانتيه زياده فانا عملت بيها كده. لو مش مكفي معاكي ممكن تحطها بس من فوق روزيتات فوق بس من الجنوب وخلاص من فوق.
بس هي الروزيتات دي كانت عاملة شكل حلو، وفي نفس الوقت اما بتجمد في التلاجة بتقطعيها بيها بالقطعة بالروزيتات من الجنب بتبقى شكلها حلو. هنا كده انا عشان عندي الكريم شانتيه الابيض كان اكتر من الشوكولاتة، فانا بقيت اعمل كل روزيتتين وردتين يعني فانيليا، وجنب منهم واحدة شوكولاتة. هنا كده عملت وردتين او روزيتتين، وبعد منهم احط شوكولاتة روزيتا شوكولاتة. هنا كنت انا عملت واحدة التالتة زيادة فشلتها عادي بالسكينة. وهنا بعدك هحطهم على الشوكولاتة كل اتنين، وبعد كده روزيتتين، وبعد كده روزيتا شوكولاتة. بوزع الاول الكريم شانتيه الابيض، اعملها الاول بالروزيتات واعملها الشوكولاتة وراها. هنا كده زي ما انتوا شايفين اهيت انا خلصت الروزيتات من تحت ومن فوق. هحط بقى الروزيتات اللي هي الشوكولاتة ما بينهم زي ما انا قلتلكوا واحدة بس. هنا كده زي ما انتوا شايفين اهيت انا خلصت الروزيتات من تحت ومن فوق. هحط بقى الروزيتات اللي هي الشوكولاتة ما بينهم زي ما انا قلتلكوا واحدة بس. هنا بسم الله ما شاء الله كانت طالعة شكل جميل جدا. انا يعني مكنتش عامله حسابي انا هزوقها ازاي، انا وانا بزوقها انا قلت انا هعملها كذا من تحت، هعملها روزيتات من تحت وروزيتات من فوق اقسمها. ممكن انت تسيبي من غير روزيتات فوق. اهم حاجه اما تيجي تحط على الجناش لازم تسيبيه يتحط في التلاجة ساعتين قبل ما تحط الروزيتات، لان الجناش لو ما يسقعش معاكي في التلاجة هينزل بالورق بالروزيتات ينزل بيها من على الجنب فهتسيح معاكي وهتبوظلك التورتايه. لازم تجمد معاكي على الاقل ساعه في التلاجة وتحطي ايدك عليها تلاقيها جمدت، ولو جيت تحط عليها روزيتات تلاقيها واقفه مطرحها محطوطه ما اتحركتش من مكانها. هنا كده انا بوريكم اللي هي من كل الجوانب. هنا كده كنت انا مقطعه كيوي ومقطعه اناناس، وكنت مقطعه فاكهه تفاح وفراوله، وعندي اللي هو التوت اللي هو المجفف اللي انا كنت شاريه الاكياس. هنا كده انا حبيت احط الفراوله في الاول وزعتها. الفراوله لازم تجيبيها جامده عشان تعرفي تقطعها كويس. زي ما انتوا شايفين كده انا هوزعها في كل الجوانب بتاعه الكريم شانتيه، وبعد كده هوزع عليها فاكهه اللي هي الكيوي او الاناناس. هنا انا حطيت الاناناس الاول. هنا كده انا وزعت الاناناس. هنا كده بوزع الكيوي. بتحاولي توزعي الالوان غير بعضها عشان تبان في التورته. هنا كده حطيت التفاح. هنا كده الفراوله قطعها شرايح رفيعه خالص بسكينه حاميه، وهضغط عليها كده ضغطه هتبقى معاكم شكل الورده زي ما انتوا شايفين اهيت. وهجيب جل التلميع ولمع بيها الفاكهه عشان لما احطها في التلاجة الفاكهه معايا ما تسودش وتبقى شكلها حلو زي التورته اللي جايه من بره بالظبط. ولو حابه تعملي ده مشروع من البيت والله يبقى جميل جدا. جل التلميع ده انا كنت جايباه جاهز من محل مستلزمات الحلواني. هنا جبت الشوكولاته كسرتها وقطعتها قطع صغيره. الشوكولاته تكوني مقطعاها او بشراها قطع صغيره وتحطها على حمام ميه. البوله ما تكونش لامسه الميه عشان الشوكولاته ما تخرصش معاكي. وهنا كده حطيتها على الحروف وسبتها تنشف. وبعد كده هنا زي ما انتوا شايفين الحروف طلعت في حروف كانت اتكسرت معايا عادي. انتي ما بتيجي تحطها على الجناش بتلزقهم جنب بعض عادي بتلزق زي ما انتوا شايفين اهيت. كده حطيت حروف حنين وحطيت لها كتبت لها رقم 13 بحروف تانية شكل يعني ورقة تانية معايا كان فيها لون بيج في بني غير البينك. وهنا كده حطيت الكريس الفراولة حبيت احطه على الكريم شانتيه اللي هو الشوكولاتة عشان يبان. وهنا حطيته وحطيت الاسود هنا عند الابيض ووزعته. توزيع الفاكهة او الشوكولاتة او التوت ده حسب ذوقك وحسب الشكل اللي انت حباه. هنا كده بوزع بردك التوت الفراولة. توت الفراولة او توت الشوكولاتة بدي شكل حلو قوي في التورتة. وهنا ديت الصورة كانت بتتشال الورقة اللي وراها وبتلزقيها على التورتة زي ما انا كنت قايله لكم. دي كانت اتكسرت معايا وانا جايباها فيدوك انت بتشيلي الورقة اللي ورا وبتحطها جنب بعضها وبتلزق على الجناش عادي وما كانتش باينه ان هي مكسوره ولا حاجه وبتتاكل ديت. وكده هنا حطيت كريز احمر كمان زي ما انتوا شايفين اهيت. شكلها حلو جدا وتورته جميله
وبسم الله ما شاء الله كانت كبيرة ومقضية، ووزعت منها لحبايبي الحمد لله، وكلها بألف هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.